اللي بيحب اللغوصة ممتازة. الأغرب أكلة تركية بدنا نقلي معلقة دبس فليفلة بمعلقة زبدة وبنحط عليهم ملح وفلفل أسود وبابريكا وفليفلة ناشفة حدة اختياري، أنا ما حطيت. بنضيف 500 جرام صدر دجاج مسلوق ومنتف، بعدين بنضيف عليهم كاستين ورز وبنقلب وبنضيف مرقة الدجاج وبس تغلي بنسكر عليهم وبنتركهم لحتى يستووا لمدة 20 دقيقة، وبعد 20 دقيقة بيكونوا استووا. بدنا نحن نبردهم. انا حطيتهم بصينيه بس هم ما قدرت اصور لكم وقت حطيتهم بالصينيه، فردتهم بصينيه كبيره عندي لحتى ينشفوا كتير منيح. للعجينه تماما مثل عجينه الششبرك، لا زياده ولا نقصان، هي ذاتها. طحين لكل كاسين طحين، معلقه ملح ومي حسب الحاجه لحتى تمسك معنا، ولازم تكون العجينه قاسيه. نعم طب معلقه سمنه، بدكم تحطوا زيت زيتون، بدكم تحطوا زيت نباتي، اللي بدكم اياه. نعم هو المهم بشي زيت. وهون تركتها لحتى ترتاح لبين ما قطعت الحشوة أو شكلت الحشوة. الحشوة هيك حشكلها بهذا الشكل، وهيك مثل قراص الكباب بدهم يكونوا كلهم يكون نفس الحجم. وبدنا نمد العجينة نمدها رقيق رقيق كمان نفس الشي مثل الششبرك، بس بدنا نقطعهم قطع كبار. أنا نقيت هاي الزبدية وقطعتهم فيها. بدنا نسكرها كتير منيح، يعني التسكيرة من هون انه بدنا نتأكد انه ما يفوت عليها مي وقت السلق، لانه بدنا نسلقها سلق يعني. وبس هي وبنحطها بمي على النار. المي ما تكون لسه غليانة قبل ما تغلي بشوي، ونحط معلقة ملح وبعدين بنحطهم بس يفوشوا على الوش يعني استووا. هلأ لفوقها للصوص اللي فوقها بدنا معلقة زبدة عليها معلقتين زيت نباتي ومعلقة دبس بندورة وبس، هي ورشة ملح، وبنحطهم على الوش مثل ما نكون شايفين بنزينها فيها تزيين. وهيك بتكون أطيب قرك صارت جاهزة. أوه شوف. اللي بيحب اللغوصة ممتازة. وهيك بنكون عملنا ودقنا أطيب قرك. إذا جاهزين تجربوها قولولي. غريبة بس عن جد كتير طيبة، أول مرة عم جربها وكتير حبيتها. إذا حتجربوها قولولي. باي.